ده بقى اسهل واسرع خبز ممكن تعملوه في الطاسة، وانتوا واقفين كده على البوتاجاز في 5 دقايق هتحضروه كمان بعجينة سايلة. يعني مش هتقعدي تعجني ولا هتفردي ولا اي حاجة. ده ومش كده وبس، ده احنا هنعمل العجينة في الخلاط. هو في اسهل من كده ولا اسرع من كده؟ يلا بينا بقى نحضرها مع بعض. بس ما تنسوش اللي لسه مشتركش في القناة يشترك علشان يوصلك كل جديد من فيديوهات. بحب اشكركم جدا من كل قلبي علشان انتوا ناس تستاهلوا كل خير. انتوا الناس اللي وقفت جنبي وشجعتني وخلتني اكمل معاكم. ودي المقادير اللي انا استخدمتها. اول حاجه هنجيب كوبايه من الميه زي كوبايه العصير كده كبيره. هنجيب زيها كوبايه من الدقيق. هنرش على رشه بسيطه من الملح. وهنجيب شفشق الخلاط بتاعنا وهننزل بالميه والدقيق وهنضربهم كويس لغايه لما ينعموا معانا ويبقى بالقوام الجميل ده كده. زي ما انتوا شايفين القوام متوسط، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. بالقوام ده كده وبكده هتبقى مظبوطه معاكم. هنجيب طاسه على النار، بس اهم حاجه تبقى طاسه تيفال علشان العجينه ما تلزقش فيها. هندهنها دهنه بسيطه كده بالفرشه من الزيت، وهنسيبها على درجه حراره متوسطه. وهننزل بكميه العجين طبعا على قد الطاسه. هتحطي على قد الطاسه بتاعتك وهتفرديها بالشكل ده كده. طبعا علشان هي سايله هتتفرد معاكي بكل سهوله. وهتسيبيها بقى على درجه حراره متوسطه، وهتقلبيها لما تتشمع كده هتقلبيها على الوش التاني. وهتقعدي تقلبي فيها لغايه لما تحمر معاكي والعيش يستوي. وهتجيبي المعلقة بتاعتك وهتدوسي عليه علشان لو العيش هينتفخ معاكي. طبعا احنا بنعمله بالمعلقة كده علشان ينتفخ معانا وعلشان يستوي من جوه. ولما العيش يستوي هنشيله ونحطه على فوطة وهنغطيه علشان يفضل طري معانا وجميل. يلا بينا نعمل كمان واحد. هندهن الطاسة بتاعتنا دهنة بسيطة كده من الزيت بالفرشة. وهننزل بكمية عجين مناسبة على قد الطاسة وهنفردها بالشكل ده كده. بس اهم حاجة زي ما قلتلك الطاسة بتاعتك تبقى تيفال علشان العجينة بتاعتك ما تلزقش في قلبها. واهم حاجة كمان النار بتاعتك على درجة حرارة متوسطة علشان العيش ما يتحرقش منك. وهنسيبه لغاية لما يتشمع معانا بالشكل ده كده. وهنقوم قلبينه على وش التاني بالشكل ده كده. وطبعا لما يتحمر هنقلبه برضو على الوش التاني. هنقعد نقلب فيه لغاية لما يستوي معانا ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. طبعا ما بياخدش وقت خالص على النار، سهل جدا وبسيط. وفي 5 دقايق وانت واقفة كده هتعملي احلى عيش جميل جدا. وان شاء الله لما تجربيه هيعجبك جدا علشان هو سهل وبسيط. وفي ثواني هتكوني محضراه طبعا في الطاسة. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله عليه كمية العيش اللي انا عملتها قد ايه. وطلع جميلة جدا ومظبوطة ومفيش ولا واحدة هيبوظ منك. بس اهم حاجة انك تستخدمي طاسة تيفال علشان العجين ما يلزقش فيها، علشان يطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي كلها. وبكده هتعملوا احلى عيش. ومن فضلكم بقى اللي لسه مشتركش في القناة يشترك علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات احلى واحلى مع بيت الخير. وبألف هنا ليكم.